عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وملخص جديد من مسلسل وبيننا ميعاد. الحلقة بتبدأ وحسن بيدخل لأولاده وبيكلمهم بمنتهى الهدوء في الأول، وبيقول لهم من فترة كنت بشوف إعقاب سجاير كتيرة قوي في البلكونة وفي الجنينة، وكنت بقول عادي السجاير دي كلنا كنا بنعملها واحنا صغيرين، انما الاقي الفيب دوت وفيه زيت حشيش، انا دوت مش هقبل بيه ابدا. انا عملت معاكم ايه؟ بعملكم بكل حنية وبعملكم زي ما ابويا كان بيعاملنا وزي ما ربانا. عملت معاكم ايه وحش عشان تعملوا فيا كده؟ كل حاجة بعملها لكم وموفرها لكم، لكن من بكرة الصبح هتيجوا معايا انتوا التلاتة علشان يبقى في عدل في الظلم، ونعرف بقى نعرف مين فيكم اللي بيشرب الزفت دوت، وانا هتأكد بنفسي. وانت يا استاذ مفيش شغل في شركات شحن، وانت كمان مفيش مزيكا تاني. فبيقول له ليه يا بابا انا عملت ايه؟ هو كمان بينفعل عليهم وبيقول انا اللي عملت ايه، واخته بتكون برا وبتسمع كل حاجه. اروى بتيجي تقول لمامتها عشان خاطر يا ماما لازم ان هي تروح، نيلي عايزه تروح عيد ميلاد صاحبتها، خليها تروح العيد ميلاد وخلاص. دي عماله تعيط جوه. قالت لها مش ممكن، انا قلت في الويك اند. قالت لها طب وهنعمل ايه يعني؟ هنتحكم في اعياد ميلاد الناس؟ قالت لها خلاص خشي البسي وخليها تجهز. زينب بقى السواق مستنيها علشان تمشي، فبتقول له انا اسفه يا حسن ومش عارفه همشي ازاي وانت في الحاله دي، بالراحه على ولادك شويه. فبيقول لها انا عملت ايه بس عشان يطلعوا مش سويين؟ قالت له بالعكس دول سويين جدا، وكويس قوي ان هم اتربوا بالشكل ده من غير مامتهم. قال لها بالعكس انا حاسس ان تربيتهم مش عجباني وان انا مش عارف بس انا قصرت في ايه. قالت له معلش يا حسن مش هقدر اسيبك اقعد معاك اكتر من كده، وفي نفس الوقت مش هقدر اسيبك بالشكل ده. اولادك بيحبوك وبيخافوا عليك، احمد ربنا ان هم اتربوا التربية دي ومن غير ام. على فكرة الام عامل رئيسي وشيء مهم جدا في الحياة، وان هو احمد ربنا ان هم فعلا بالشكل ده. وانا همشي دلوقتي وهبقى اطمن عليك. معلش انا لولا ان السواق واقف بره وعمال يرن عليا انا كنت ما سبتكش ابدا في الحالة دي. قال لها لا انا خلاص هودي ديشة التمرين النهارده. بيكون ديشا خايف من التمرين وبيقوله بابا انا خايف، لكن طبعا بيطمنه بيقوله متخافش يا حبيبي انا جنبك ومعاك، احنا هنروح الاكاديميه وان شاء الله هتبقى كويس. اما هند بتكون بتعمل بروفا على العرض بتاعها ومتقمصه الدور قوي، وطبعا بيكون واحده صاحبتها قاعده معاها وبتقول لها انا هرد على التليفون. هتلاقي لا تردي على التليفون ايه وتسيبيني وانا متقمصه الدور كده. شوفي مشهد تاني، اروى قاعده مع مامتها وبتفتحها في موضوع، بتقول لها انا في حاجه عايزه اكلمك فيها. قالت لها ايه؟ وليد كلمك تاني ولا ايه؟ قالت لها لا 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 خالص. اما بقى حسن بيقول لابنه ديشا ادخل ما تخافش انت كويس، والكابتن قال ان انت زيك زيهم. قال له بس انا خايف جدا، صحابي مستواهم اعلى مني وانا حاسس ان انا اقل. قال له بالعكس، فبيديله بوزيتيف انرجي وبيقول له لا انت زيك زيهم واحسن منهم كمان. في المشهد ده اروى مامتها بتقول لها خير اتكلمي على طول. قالت لها ان سلمى صاحبتي جايبالي شغل وتمرين في نفس الوقت. قالت لها شغل في ايه وهتتمرني في ايه؟ قالت لها ان انا هشتغل في محطة كده اذاعة وتلفزيون، يعني قناة طبخ ومنوعات. قالت لها نعم، يعني دخلتي اعلام عشان تتخرجي منه بامتياز وفي الاخر تشتغلي في قناة تحت السلم؟ لا الموضوع ده مرفوض مرفوض تماما. قالت لها ماما حرام عليكي، انا عايزة ابتدي كده، فيها ايه لما ابتدي كده وبعدين ابقى اكمل في موضوع الاعلام؟ اروى بتتضايق جدا وبتقول مامتها انا اسفة جدا يا ماما وبجد انا مش عايزة اعيش معاكي، انا ما شفتش حد بيتحكم في حياة حد بالشكل ده، انا عاوزة اعيش مع بابا مش عاوزة اكون معاكي. مامتها بتزعل منها جدا وبتسيبها وبتمشي. بتقول لها قولي بقى الموضوع كده، قولي ان انت جايه هنا مش عشان عيد ميلاد اختك الصغيره تحضره مع زمايلها، علشان تقولي لي عن الموضوع ده. بنشوف حسن بقى وهو قاعد وبيكلم رمزي في التليفون وبيقول له شفت اختك بتعمل ايه؟ رفضت الاستقاله لحد عايزه تتاكد من ظروفي وان انا اب الاربع اولاد ما عنديش مامتهم، وعايزة تتأكد من كل ده علشان ترفض الاستقالة يعني، وانها مراعية لظروفي. حسنة منها. انا لو منها ولو منك اتبرى من اختك دي بجد، اتبرى منها للأبد. ايه الاخت دي غريبة قوي، فجأة بتظهر قدامه وهو بيتكلم وبتقوله طبعا انت مكسوف من نفسك. قال لها لا مش كده. قالت له انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها ان ابنه عنده تمرين. وسألته قالت له اول مرة يجي يعني؟ قال لها ايوه احنا النهارده اول مرة نيجي. وبعد كده بنشوف بقى خطيبة ايهاب جاية تتكلم مع رمزي. بتسأله نادية ابنك بيجي من امتى؟ وبتقوله كمان انا بنتي بتتمرن سباحة على طول بس النهاردة عندها عيد ميلاد صاحبتها. بتقوله كمان ليك حق ان انت تبقى مكسوف من اللي انت قلته بعد اللي انت عملته الصبح في الشركة، واللي انا جيت وسمعتك بتقوله لاخويا رمزي في التليفون عني. قال لها لو سمحتي لو احنا هنتكلم بلاش نتكلم في الشغل هنا اوكي؟
بتتكلم بقى خطيبة ايهاب وبتقوله ان هي وايهاب شبه سابوا بعض، وان هي كانت بتعرض عليه ان هو يسافر لكن هو رفض. وبتقوله الحقيقة يا انكل انا بستغرب لعلاقتك انت وايهاب ببعض، بحس ان هو مش بيشاركك اي حاجة وان انت بره حياته. ده انا كنت فاكرة في الاول علشان كان تعليمه بره مصر وكده وانه عايش فترة بعيدة عنك، لكن مع الوقت يعني لقيته ان هو مش بيشاركك اي حاجة. قال لها لا ده ابني الوحيد وبالعكس ملوش غيري. هو بس احنا كل واحد مننا بنحترم خصوصيات التاني مش اكتر ولا اقل. هي كمان بتقوله ان هي صعب على حضرتك ان ابنك يسافر وابنك الوحيد، بس ده مستقبل واحنا عايزينه يأمنه وكده. وهي بتطلب ان هو ايهاب يسافر وطبعا ايهاب رافض. في المشهد ده بنلاقي ان نادية بتهون على حسن وبتقوله معلش بس الاولاد يعني حملهم تقيل ومشاكل كتير والبيوت مليانة، استحمل هتعمل ايه طيب. فبيقول لها خلاص. وهي ما بتحكي له بتقول له بنتي الكبيره كمان انا لسه دابه معاها خناقه قد كده وسبتها ومشيت. فبيقول لها استحملي هتعملي ايه البيوت مليانه. فبتقول له الله انت بتقول نفس الكلام، تسمح بكره تعدي عليا في المكتب تشرب قهوه. فقال لها قلت لك مش هنتكلم في الشغل. بيرجع البيت وبيلاقي اخته زينب ما مشيتش وقالت له انا جيت وقلت اعمل البطه التانية عشان مراد ياكلها كلها ومرضتش امشي، الاولاد عايزين يقولوا لك حاجه مهمه. طاهر بيعترف له بيقول له بابا الفيب ده كان بتاعي انا وانا اللي بشرب من زمان ومش عارف ابطل. قال له ناقصك ايه انت عشان تشرب الهباب دوت؟ ممكن تقولي ناقصك ايه في الكلية اللي انت بتحبها وبتعزف المزيكا اللي انت بتحبها وعندك بنت وبتحبها، يعني حياتك ماشية في ايه؟ قصرنا معاك في ايه؟ عملنا لك ايه علشان تشرب اللي بتشربه ده وتدمر مستقبلك وحياتك؟ قال له ناقصني اني ما عنديش ام وانا محتاج لها فعلا. فقال له لا ده مش مبرر، انا مش مخليكم محتاجين حاجة. فقال له بالعكس يا بابا احنا طول الوقت بنفتكر مامتنا وكلهم بيتكلموا بصوت طاير وبيقولوا ان هم قد ايه اتحرموا من مامتهم وانهم محتاجينها جدا، وانهم كمان كانوا غلطانين وانه مش مبرر ان اخوهم يعمل كده، بس برضو مش لاقيين حاجة يخرجوا طاقتهم غير بكده. وطبعا بابا بيوعد بابا ان هو مش هيشرب البتاع ده تاني خالص. وبيسألوا بابا هو انت عمرك شربت حشيش قبل كده؟ فعمته بتقول له ولد عيب. فقال لها سيبيه سيبيه يا زينب انا هقول له. قال له اصلي انت عرفت ريحة الزيت ازاي؟ قال له علشان من بعد وفاة امكم وانا كنت متدمر سنة كاملة في الهباب ده وكنت هدمركم وادمر مستقبلي وما كنتش هبقى كده خالص ولا انتوا كنتوا هتتربوا بالشكل ده. بس يعني مش مبرر مامتكم بقالها 12 سنة متوفية ما حصلش ان حد اشتكى ولا انا قصرت معاكم. فبيقولوا له مش لازم تكون قصرت يا بابا احنا فعلا بنحس ان احنا محتاجين لها ومفتقدينها قوي. حتى ديشا الصغير بيقول يا ريتني ما كنت جيت، لو انا ما كنتش جيت كان زمان ماما لسه عايشة معاكم دلوقتي. بيقولوا له لا طبعا مش انت السبب ولا اي حاجه. باباهم بيقول لهم خليكم كويسين على الاقل مش عايزكم احسن الناس بس تكونوا سويين علشان مامتكم تبقى تدعي لكم وتفرح لما تلاقيكوا كده. بعدين اروى بتدخل على مامتها عشان تقول لها انا اسفه، لكن مامتها بتقول لها انا اللي اسفه يا حبيبتي، انا موافقه ان انتي تشتغلي وتتمرني في اللي انتي عايزه تشتغلي فيه ده وبراحتك وانا اسفه جدا. في المشهد ده بنلاقي ان رمزي مجهز فطار لايهاب ابنه. ايهاب مستغرب جدا وبيقول له انا مستغرب. فبابا قال له مستغرب اني صاحي بدري وانا مستغرب ان انا اللي عامل الفطار ومنوع لك كده، من كل يوم ان شاء الله هنوع لك كده. ولو على الصحيان بدري فانت طبعا عرفت ان نادية عمتك هي اللي بقت المديرة فلازم اروح بدري واصحى بدري. بيسأله بيقول له عامل ايه مع خطيبتك؟ فقال له كويسين. قال له ممكن تبقى تعزمها انا عازمكم من النهارده. فقال له لا انا مش عارف هي عندها ايه النهارده مش عارف مواعيدها. فقال له ممكن اعرف انت بعيد عني كده ليه مش بتشاركني حياتك؟ قال له هو انت اساسا موجود في حياتنا؟ ليه رميتها ورمتني؟ فقال له ليه بتعاملني بمنتهى القسوه دي ومهمشني بالشكل ده؟ قال له عشان انت مش اب. قال له حرام عليك انك تقول كده وبيتعصب عليه وبيمسك ايده جامد. فايهاب بيقول له ايه هتضربني؟ قال لو عايش معاك هنا عايش علشان دي كانت وصية ماما قبل ما توفى الله يرحمها، ولو سمحت لو هتتكلم معايا في الكلام ده أنا ممكن امشي واسيب لك البيت خالص. وبابا بيقول له ليه يا ابني بتعاملني كده؟ انا عملت معاك ايه؟ انا ما رميتكش ولا رميتها ولا زي ما انت بتقول، بس انا بجد شايفك ان انت بعيدني عن حياتك. قال له عشان انت كمان من زمان وانت كده وعودتني على كده. بيسيبه وبيمشي وبيكون طبعا رمزي زعلان جدا. بنشوف في المشهد ده هند بتوري اختها اروى اللبس بتاع العرض وبتقول لها العرض دوت لو نجح في عرض تاني. فقالت لها على فكره ما هو لو نجح مامتك هتعرف بيه وساعتها هتبقى فيه مشكله. قالت لها مش مشكله اعمل اللي انا حباه وقتها ايه يبقى ربنا يسهل. في المشهد ده بتكون بتكلم وليد
وبتقوله كنت عايزني في ايه. اما نادية عاملة اجتماع لمجلس الإدارة وكلهم قلقانين جدا، وبيقولوا ان استاذ حسن هيمشي النهاردة وانه هيقدم استقالته، لكن الحقيقة ما بيمشيش ولا حاجة. بيروح حسن وبيقول لها انت زي ما انت جيتي ورايا كده امبارح وكنت عايزة تعرفي ظروفي، انا كمان كنت عايزة اتأكد ان انت قد المكان اللي هتكوني فيه ده ولا لأ، وقدمت استقالتي علشان اشوفك هتكوني قدها ولا لا. فقالت له النهارده انا عامله اجتماع وهتشوف انا قدها ولا لا. بتعمل اجتماع وبتقول لهم ان هي احسن حد بتدير فيها منظومه الشركات، وانها بعد فتره كبيره قوي بتنتج ارباح مهمه وكبيره قوي لكل شركه هي اشتغلت فيها. وبتقول لهم اي حد مش عايز يشتغل او انا اعتبره خارج المنظومه لو هو ليه رأي غير الرأي اللي انا اتكلمت فيه بتشتغل بمنتهى الحماس. وكمان حسن بيكون مبسوط جدا منها، وبتأكد له فعلا ان هي قد المكان دوت واكتر. بتقول ان طبعا كلكم مستغربين انا هنا ليه، وان ممكن اي حد منكم يقدر يدير اللي انا ممكن بعمله دلوقتي، لكن مع الوقت هتعرفوا ان انا كنت قد المكان اللي انا فيه ده ولا لا. تتقابل كتير هي وحسن، وحسن بيقول لها المفروض كده ان انا باخد بجد 24 ساعة في الشغل، انا مش هعمل كده تاني. فبتقول له خلص يا حسن انت فين، انا في النادي. علاقتهم بتبتدى تبقى احسن مع بعض، واصحابها كمان بيقولوا مالك محلوية كده ليه. بتقول لهم تقصدوا ايه؟ لا 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 انتوا فاهميني غلط. ده كان ملخص الحلقة، يا رب يكون